دولة ألبانيا خوتي هي دولة من دول البلقان، عندها حدود مع كل من دولة مونتينيغرو، مقدونيا، كوسوفو واليونان. هذه الدولة يعني الفيزا تاعها بالنسبة للجزائريين هي فيزا إلكترونية، يعني في الآونة الأخيرة وفي السنوات هذه الأخيرة يعني كثر اللغط حول هذه الدولة وحول التأشيرة تاعها وحول المشاكل يعني اللي تصادف حاملي التأشيرة الإلكترونية والذين يريدون الذهاب إلى أو زيارة دولة ألبانيا. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتطرق ونتكلم على كل هذه الأمور بحول الله تعالى، وراح إن شاء الله نعطيكم الحلول. التقديم على هذه الدولة خوتي يعني هو سهل، يعني أي واحد يقدر يقدم على هذه التأشيرة إلكترونيا لوحده. يعني يعطيكم من هذو المكاتب يعني والوكالات السياحية اللي تستغلكم، واحد يقول لكم 10 ملايين، واحد يقول لكم 12 مليون خوت. يعني فيزا ألبانيا يتم التقديم عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية. تحتاج برك جواز السفر، فوتو أو صورة شخصية يعني بخلفية بيضاء، مدة الصلاحية تاعها لا تقل عن 6 أشهر، يعني ما يكونش فاتوا عليها 6 شهور. وعندك شهادة العمل، وعندك ريزرفاسيون دوتيل كونفيرمي، وعندك كشف حساب بنكي، وتقدم على التأشيرة أونلاين يعني وحدك وتنتظر الرد تاعها. والفترة هذه يعني نحن الآن في شهر ماي إلى غاية شهر جويلية، هذه هي الفترة التي تقوم بها دولة ألبانيا بمنح التأشيرة بالنسبة للجزائريين، على اعتبار أنه هذا هو موسم السياحة في دولة ألبانيا. بالنسبة للمشاكل يعني كاين مشكل هنايا بالنسبة اللي حاب يروح أو يسافر عبر مطار الجزائر العاصمة، كاين مشكل خاوتي يعني ما يخلوكمش تركبوا، لازمكم تروحوا من تونس. وكذلك كاين مشكل في مطار تيرانا بألبانيا، كاين ناس يعني يشكوا فيهم ما يخلوهمش يخرجوا. يعني لازم أول حاجة تدي الدراهم معاك وتدي ريزرفاسيون دوطيل عفوا كونفيرمي، وتدي معاك يعني بعض الأمتعة، يعني تبين لهم على أنك سايح، وإن شاء الله تخرجوا بسلام. هذا كل ما في الأمر خوتي، وإن شاء الله غدوة راح ندير لكم فيديو مفصل يعني حول كيفية طلب فيزا تأشيرة عفوا تأشيرة ألبانيا بالنسبة للجزائريين أونلاين. وما تنسوناش بالدعم والاشتراك وعمل جيم حتى نستمر في القناة. سلام.